السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ إن شاء الله تكونوا بخير وفي أحسن حال يا رب دايما. وحشتوني كتير. النهاردة جايباكوا كده أقول لكم كده إيه حاجة، يعني أنا بتمنى صراحة الكل يستفيد منها ويعمل بيها. جايباكوا كده في وسط الفراخ البلدي. عايزة أقول لكم حاجة، إحنا ليه دلوقتي بيجينا مقبلين على شراء الفراخ البيضاء، مع إن على فكرة الفراخ البلدي أفيد بكتير جدا. يعني الفراخ البلدي الله أكبر، طعمها حلو. طبعا الفايدة بتاعتها كبيرة عن الفراخ البيضة. طبعا احنا بنبقى مقلقين طبعا من جوا من السوق وكده، بنبقى برضو خايفين ان هي تكون فيها هرمونات. فعلا بياخدوا حاجات، وفي ناس يعني ما عندهاش ضمير بتدي. انا عايزة اعرف يعني انا ليه ما نبتديش يبقى في اقبال على الفراخ البلدي. الفراخ البلدي مفيدة جدا ولأطفالنا ولصحتهم ولجسمهم. ليه يعني احنا بطلنا ان احنا نشتغل فيها كتير، وليه ان احنا بطلنا ان احنا نشتريها؟ انا عايزة اعرف يعني السوق بتاعنا دلوقتي الاقبال بيجي يعني بشراسة على الابيض. طبعا انا يعني في تخيله انا قلت ممكن عشان طبعا الابيض بيبقى كبير في الوزن، في بانيه في بس على فكره يعني احنا عندنا ما شاء الله برضو السيسو. السيسو برضو بيبقى زيه برضو زي الابيض في اللحمه، يعني في نفس الوزن، وبيدي برضو الصدر عنده يعني ممكن نعمل منه بانيه. الناس برضو ممكن تستغله. بس ليه يا جماعه احنا بقينا الاقبال بتاعنا على على الابيض؟ البلدي احنا مثلا الناس الكتيرة لما تيجي تشتري مني بتقول لي البلدي غالي. تمام، يعني غالي مش هيبقى كتير. يعني انا الفترة اللي فاتت كانت الفراخ وصلت ل100 و110 في السوق في المحلات. طيب بالنسبة للفراخ البيضة كانت 110 في المحلات، كانت برضو بنفس السعر الفراخ البلدي، ومع ذلك الناس برضو بتقبل عليها. يعني على فكرة دي بورصة، يعني الأبيض ساعات بيطلع وبينزل، مش دايما إن هو يبقى في نزول. الأبيض مش دايما إن هو بيبقى أرخص من البلدي. وحتى لو زاد 10 زاد كده مش خسارة فينا، ولا خسارة في صحتنا، ولا خسارة في عيالنا. يعني يا ريت يا جماعة احنا الثقافة بتاعت الأبيض نغيرها شوية. احنا عايزين حاجة تفيدنا. يعني فعلا الهرمونات والدنيا باظت الدنيا. أنا بحس صراحة الابيض، انا لولا بطلع على ايدي في البيت، لولا عارفه انا بعمل ايه. وليه ليه زبون في كده، والناس بتحبها لان هي مش صراحه مش في مزرعه. المزرعه برضو في مزارع عليها شغل تاني. حاجه من البيت، الناس بتحب حاجه البيت. ولذلك الناس بتاخد مني الابيض. لكن انا بتكلم عموما، احنا ليه الاقبال بتاعنا بيجي يعني خفيف على على البلدي. البلدي ما شاء الله عليه الله أكبر. في فوائد كتير. يعني احنا يعني نخلي عيالنا، احنا طلعنا كانت والدتنا طبعا كانت على طول ما كناش نعرف حاجة اسمها أبيض. كان أكلنا كله كان بلدي. يعني ما عرفناش الكلام ده إلا لما كبرنا. لكن واحنا صغيرين طلعنا على أي طيور بلدي. بس احنا عايزين نبتدي يا جماعة نرجع تاني للبلدي بتاعنا. ويعني ونفيد عيالنا ونفيد صحتنا احنا. بصوا يا جماعة أي حاجة حلوة بعيد عن الأبيض، والله العظيم. يعني أي حاجة مفيدة وكويسة بعيد عن الفراخ البيضة. الفراخ البيضة على فكرة هي مش حلوة، يعني اللي هي كمان بتخسر، يعني ساعات بتخسر المربي وكده لأن مناعتها ضعيفة. لكن لو في شاب هيبتدي مشروع ليه البلدي
حلوة برضو، جميلة ليه، يعني برضو مش وحشة. نبتدي، مناعتها قوية جدا. لو ابتدى الشاب ان هو يجيب مثلا 100 كتكوت عمر يوم بلدي، وهيطلعوا معاه، الله اكبر. انا طلعت برضو الدوره معاكم وشفتوها من عمر يوم ديت، وحاليا دلوقتي اوزانها ما شاء الله تعدي يعني في 700 جرام عمر شهر. يعني اتبت لهم طبعا، تتبي لهم في التحضير، تتبي لهم في كده، هيطلعوا معاك وهتعمل دوره. وكل شاب هيبتدي بمشروعه وهيبيع، وعلى فكرة هيستفاد وهيفيد برضو. هيفيدنا احنا ان احنا ناخد منه، وهيفيدنا ان احنا طبعا كأكل، ان احنا عيالنا يستفيدوا منه. بس يا جماعة احنا عايزين كده ايه، نبتدي نرجع ثقافتنا تاني بالنسبة للبلدي. صراحة يعني، وأي ست برضو في البيت تبتدي عايزة تعمل مشروعها، تعمل تنزل حتى لو 50 كتكوت. على فكرة البلدي سعره رخيص جدا عن الأبيض، وما عندوش، ما فيش بورصة، يعني بيبقى دايما ثابت سواء في البيع أو في الشراء. بيبقى ثابت البلدي. تبتدي تجيب 50 كتكوت كده، لو عندها مكان صغير هيطلعوا معاها. لو عندها أوضة، ال50 كتكوت هيعملوا لها الدنيا خير. يعني أنا كنت جايباهم دول، كانوا حوالي حاجة و40، يعني ما شاء الله عملوا لي الدنيا خير. مفيش نافج ومناعتهم قوية. عايزين يا جماعة نغير ثقافتنا شوية، ونتجه للفراخ البلدي. والله أنا عن نفسي الفراخ البلدي عندي بيطلع منها أوزان 2 كيلو كتير ديوك وأزيد، تبقى 2 كيلو ونص، 2 كيلو 300. يعني مش وحشة برضو. يعني أنا عندي لما بطلعها بحضن كويس والدنيا تمام، الأوزان صراحة بتعدي عندي. يعني ديت مش مشكلة، ولا حجة إن إحنا نقول لا دي ما فيهاش لحم، ما فيهاش كذا. لا، لو ربنا صح وكده هيطلع معانا والدنيا هتبقى تمام، وهنفيد عيالنا وهنفيد نفسنا وصحتنا وصحة أولادنا. يا ريت يا جماعة تغيروا الثقافة ديت. وإن شاء الله إيه، يبقى في إقبال كبير على السوق، على البلدي. ونحاول كده بإذن الله نبتدي كده مشاريع صغيرة كده نستفيد منها برضو في البلدي. وبلاش الأبيض كتير، لأن الأبيض برضو مناعته ضعيفة وخسارته قوية وبتزعل ناس كتير. برضو، وكمان غير كده مش حلو، مش حلو، مش حلو، ملوش فايدة كتير لعيالنا، ملوش فايدة كتير لصحتنا. يا ريت كده ناس كتيرة تاخد بنصيحتي، وإن شاء الله ربنا يكرمنا كده بإذن الله جميعا، وتشوفوا الخير دايما يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.